ليه الراجل المتجوز بيخون؟ ليه الراجل المتجوز بيلجأ لعلاقة تانية في حياته؟ خلينا نقول إن مفيش أسباب هتبقى مقبولة، سواء دينية أو أخلاقية أو حتى منطقية من وجهة نظر الزوجة اللي اتخانت. بس أنا هقولك كلام اللي جوه الراجل، اللي ما بيعرفش يعبر عنه وما بيعرفش بيتعامل معاه، علشان كده بيلاقي نفسه دخل في علاقة تانية. خلينا نقول إن الراجل ده شاب عادي جدا، عاش حياته بالطول والعرض، كان مبسوط فيها لحد ما حب واحدة، قابل واحدة، أو خد قرار الجواز لأيا كان الأسباب، وفي خياله حتى لو الخلق كلها قالت له إن الجواز فيه مشاكل أو أيا كان صعوبة الجواز، بس هو قرر إن هو يخوض التجربة زينا كلنا. هو في دماغه إن هو هيتقفل عليه الباب مع البنت اللي بيحبها وهيعيش أجمل قصة حب في الدنيا. بعد ما بيتقفل علينا الباب والانبهار يخلص والإعجاب يخلص، بندخل في صراع إن إحنا نغير شخصيات بعض. طيب الصراع ده غالبا بيفشل بنسبة كبيرة جدا. الراجل بيبتدي يتعثر في الحياة، يتاخد في حتة إن أنا محتاج أشتغل واصرف على البيت وعلى الأولاد ومسؤوليات والتزامات، لدرجة إن هو بينسى إحساس أنا عايز إيه. تاكل إيه؟ أي حاجة. تيجي نخرج، اللي انت عايزاه، والافضل ان احنا ما نخرجش. تحب نعمل كذا اللي انت شايفاه، او نحب ان احنا ما نعملش. هو بينسى اصلا احساس اللي هو عايزه. فجأة تظهر في حياته واحدة، طبعا هو شايفها جميلة. آه، العشرة مع مراته خلته يشوفها في كل أحوالها تعبانة ومريضة وحامل وبتولد ومش لابسة أحسن حاجة ومسحولة في البيت ومع العيال. فبالتالي هو بيشوف واحدة في الشارع من بره على طول ميك اب حلو، شكلها حلو، لبسها حلو، فبيبتدي يمشي وراها زي العيل الصغير. بيحس لأول مرة من فترة طويلة إن هو عايز حاجة، وبقى زي الطفل، إن هو لقى حاجة عايزها وقلبه بدأ يتحرك، والغرايز والأفكار والشهوات والرغبات بدأت تتحرك جواه. هو أنا بقيت عايز حاجة غير الالتزامات والمسؤوليات واللي ورايا، بقى فيها فعلا حاجة عايزها، فيبتدي يروح وراها. أنا مش بدافع عن الراجل إن هو يعمل كده، بس كل اللي أنا بعمله إن أنا بشرح أصلا للراجل أنت ليه بتعمل كده، وبحاول أفهم الست إن أنت مش وحشة، ولا أنت كنتي السبب إن هو يعمل حاجة زي كده. هو خد القرار نتيجة الإحساس اللي أنا لسه متكلم فيه دلوقتي. في أسباب كتيرة جدا ممكن تحصل، بس ده الأساس، ده اللي بيبقى من جوه، ده إحساس أغلب الرجالة. وبرضه بأكد تاني، الخيانة لا ليها أسباب منطقية، ولا يقبلها دين، ولا شرع، ولا أخلاق.